السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ما بغيتش ندوز الهزيمة ديال المنتخب المغربي مرور الكرام، لأنني كنت من أشد المتتبعين ومن أشد الفرحين، وكنت فرحان بزاف. كتعرفوا من سنة 2004 ما عمري تفرجت في شي ماتش نهائيا ديال المنتخب إلا هذا الماتش هذا اللي كان عندي فيه أمل كبير أن المنتخب ديالنا يربح كأس إفريقيا. ف 2004 لما كان المنتخب لعب مع تونس وخسرنا، ما جبناش الكاس، من تما اتخذت قرار ما عمري غنتفرج اطلاقا حتى هاد السنه هادي، وحتى الماتش ديال نيجيريا والسنغال هما الوحيدين اللي تفرجت فيهم. لكن لاحظت واحد الطقس من طقوس السحر الافريقي. السحر الافريقي اللي ما كيعرفوش بزاف الناس، ماشي هو السحر الكبالا، ماشي هو السحر الاسود ولا الاحمر ولا الابيض ولا غيره من سحر الدوما او الفودو او الاسحار الاخرى المعروفه والغير معروفه عند عامه الناس. السحر الافريقي هو سحر خطير اللي كيجمع جميع هذه الاسحار، وفيه طقوس شيطانيه خطيره جدا. السحر الافريقي كيكون بالحيوانات وبالزواحف كالثعابين، الافاعي، الكلاب، القرده، الخنازير، الاسود، النمور، الضباع. كيكون سحر خطير. وربما اذا دخلتوا اليوتيوب او جوجل وبحثتوا وكتبتوا انواع السحر الافريقي غيطلعوا لكم واحد مجموعه الانواع. لكن هذا السحر الافريقي عنده واحد الطقس من الطقوس الخاصه. هذا الطقس هذا ماشي هو الطقس ديال الكابالا او السحر الاسود او باقي الاسحار كيف ما قلت لكم في الاول. واحد الطقس كتقرا فيه تعازيم وطلاسيم، وعنده واحد الرقصه شيطانيه خاصه بالشيطان بابليس، يعني كيرقصوا واحد الرقصه. وهذيك الرقصه سبحان الله راه كانت داخل التيران، شفتها بعينيا مني كان الجمهور كيغوت وكيصرخ فرحا. كانت واحد فئه من الجمهور السنغالي كيشطحوا واحد شطحه معينه ذات اليمين وذات الشمال، كانوا كيرقصوا وكانوا لابسين واحد اللباس خاص مع صباغه الوجوه ديالهم والاجسام ديالهم بلون خاص، وكانوا كيشطحوا. انت الا شفتيهم كتعتقدوا غير كيرقصوا، كتقولوا ولاد الناس هادو راه ما كيشطحوا فرحانين كيرقصوا واحد الرقص افريقي. لا، هذاك ماشي رقص، هذاك هو السحر. هذاك طقس من طقوس السحر وطقس من طقوس الشعوذه، وسيله من الوسائل باش يربحونا. حنا غيجيو بزاف الناس غادي يقول لك اودي لا حقا حنا اي حاجه غنلصقوها في السحر، اي عبء غنحطوه في السحر. الله يجازيكم بخير، هذاك الراي ديالكم يحترم والراي ديالي كذلك يحترم. انا ما كنتش غنتكلم، والله ما كنت غنتكلم، وصورت فيديو اقسم بالله العظيم وربي الشهاد راه صورته البارح كنظن اول البارح، وتكلمت في نفس الكلام نيت ومسحته، ما كتغلوحو كاع. لكن نفسي ما هناتنيش، خاطري ما برداتش، بغيت ننبه خوتي المغاربه. فهذيك الرقصه بالضبط هي اللي بغيت نشير لكم انا. هذيك الرقصه كانت طريقه من طرق لتأدية واحد الطقس من طقوس السحر والشعوذه والدجل والتواصل مع ابليس ومع الشياطين ومع العفاريت ومع المرضى. هذاك السحر الافريقي، هذاك الطقس وهذيك الرقصه خاصه بالتواصل مع الجن ومع الشياطين باش يمنعوا اللعابه ديالنا ما يماركوش كره. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه اذا لاحظتوا معايا، كيكون لاعب كيلعب كره، كيجي عند الجول كيبغي يضرب كره كيزقلها براسو ولا كيزقلها برجلو ولا كيضربها كتمشي هكا ولا كتمشي لاتجاه الاخر. فهاد الاشياء كلها راها كانت اخوتي غير عاديه وغير طبيعيه. نمروا المساله الثانيه. شفنا واحد السيد كان كيرش واحد الكمينه ديال الماء وسط التيران. شفت بعض المقاطع كيقولوا السنغال كيديروا الرقيه للتيران. هذاك اخوتي انا كنقول والله اعلم، حيت المساله هذه كنستبعدها. هذاك الماء اللي عارف انا من خلال المعرفه ديالي انه ماء لجلب الحظ. هذاك ماشي سحر مرشوش، ما يجيش شي واحد شي مكلخ شي مطنش شي واحد ما فاهمش ومدعي الرقيه الشرعيه وما كيفهمش في الرقيه الشرعيه وبدا يقول لكم حقا هذاك سحر مرشوش. هذاك ماشي سحر مرشوش. السحر اللي كان كيتعمل هو عباره عن طقوس خاصه بالسحر الافريقي اثناء الرقص والفوطه. الفوطه متفق معكم، الفوطه راه عندها واحد السلسله كتبان لك فوطه عاديه. اذا لاحظتوا ان الجول او الحارس كيجيبوا الفوطه كيمسح بها يديه ووجهه. علاش؟ باش كيشد الكره بيديه. هذاك الطقس مقري على اللي قالت باش الكره سبحان الله فيما كانت كتجي عنده بحال واحد الشكل مغناطيسي كيضرب له في يدو. هذه الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه، هذاك الماء اللي كان كيترش قدام الجول اللي كيرشوا واحد افريقي لابس السوفيت، هذاك الماء كيتسمى ماء الحظ لجلب الحظ لجلب النتيجه، ماشي سحر مرشوش. لا، هذاك يجلب الحظ باش هذا الفريق يكون عنده الحظ في النجاح وفي الفوز. حيت ما رش قدام الجول، يعني قدام
البارات، لا كان بعيد على البارات وكيرش، وفي نفس الوقت عنده واحد العزيمه اخرى كتقرا عليه، ربما يكون قراوه انا ما حاضرش، وانما انا كنتكلم من خلال تجارب اللي راه كمت سنوات ما شاء الله اللهم بارك. فكانت واحد الطريقه من الطرق كيديروها حتى هي الا كانوا كيديروها في هذاك المانيس، وهي باش ان اللعابه الاخرين ينفوا يوصل هذيك النقطه يتبلوكا، صافي الكره كتمشي ليه كيتزعزع كيدوخ كيتلف كيتبلوكا، فهمت اخوتي. وما نساوش باش نقول لكم واحد القضيه، أن من بين أخطر أسحار العالم هو السحر الوثني، والسحر الوثني هو السحر الإفريقي، لأن الأفارقة وأغلبيتهم وثنيون يعبدون الوثنية، أي يعبدون الصنم، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد التراب، ومنهم من يعبد الماء، لكن غالبيتهم كيعبدوا إما الوديان أو الأنهار أو الآبار أو البحار أو الأشجار أو النار أو الصنم. واحد فئه معينه في الافارقه هادو هما العبادات ديالهم، وماشي كلهم الوثنيين، حنا هنا كنتكلموا على الوثنيين، وحتى واحد فئه من التيجانيين راه عندهم تيجانيين ديالهم، واحد فئه من التيجانيين حتى هي كتمارس هاد الطقس من طقوس السحر، لكن بطريقه مختلفه جدا، مختلفه على السحر ديال السحر الافريقي، لان كاين بعض الناس وبعض الرقاة ما كيفرقوش ما بين سحر الكابالا، واللي ما كيعرفوش اصلا التعريف ديالو ولا المزايا ديالو ولا التقسيمات ديالو، يعني اقسام سحر الكابالا، انواع سحر الكابالا، وما كيفرقوش ما بين السحر الاسود وما بين السحر الاحمر والابيض وانواع السحر اللي كاين الافريقي، لان افريقيا راه كلها اسحار وكلها سحاره اشكالا وانواعا، راه اخطر سحر في العالم هو السحر الافريقي. السحر الافريقي خطير 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 لواحد الدرجه ما كتخيلوهاش اخوتي. المهم هذه رساله مبسطه بسيطه جدا بغيت غير ننبهكم لهذيك الرقصه بالضبط، ان شفت بزاف المقاطع طلعوا لي في تيك توك في الفيسبوك، الناس كيتكلموا على الرشان، حقا رشوا لنا السحر في التيران، حقا كيركبوا التيران، حقا راه سحروا في الفوطه. راه القضيه ما كانش في الفوطه خوتي، راه كان ساحر جا مع مجموعه ديال السحره والطاقم ديالو من سحرات الانس والجن، وكان خدام كيرقص وكيطبق هذيك العمليه ديال السحر. راه كان ساحر وسط التيران جالس وسط الجمهور، وهو داك خينا اللي كان هاز واحد الكرسي كان كيضرب في بوليسي او كيضرب واقيلا في شي واحد تما، المهم كان كيضرب بواحد الكرسي يرسل واحد السيد، هذاك ساحر. ان السحره ديالو ماشي بحالنا حنا، غير باش جلابه مثلا في جلابه مثلا في جلباب شخص متدين هو ساحر، وحنا معروف الساحر عندنا كيلبس جلابه كيلبس فوقيه كيدير اللحيه، يعني خلاف هذوك الناس. هذاك الناس سحار كيلبس جين كيلبس سيرفيت كيلبس شورت، عندهم طقوس ديالهم لانهم وثنيون ما عندهم علاقه بالدين. الوثنيه هي هذه اخوتي، والوثنيه من بعد غادي نرجعوا ليها وغنشرحوا لكم كيفاش جات الوثنيه وشكون هو هذا الاله الوثني وعلاش كيعبدوه الناس. هذا تفصيل دابا ما عنديش ليه الوقت، من بعد ان شاء الله ربما تكون واحد السلسله باذن الله تعالى نوضحوا في هذه المسائل ونتكلموا فيها. ودي الاشاره باذن الله راه ربما في الاسبوع المقبل